السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي ومتابعيني، أحلى متابعين في الدنيا، متابعين شيف السعادة على اليوتيوب. وحشتوني كتير خالص، وأسفة قوي على الغياب ده، والله ده أثر فيا أكتر ما أثر فيكم. أنا جات لي كل الرسائل بتاعتكم والكومنتات، بس صدقوني ما كنتش عارفة خالص أتواصل معاكم، لأني كان عندي شغل وكنت دخلت المدارس، وكان عندي شوية ضغوطات كده. ادعولي ربنا يسهل لي الحال ويفك كربي، اللهم أمين. دعواتكم، بحبكم في الله. النهارده بقى معانا وصفه كتير قوي بعتولي وسالوني عليها، عايزين يعتمدوها في الاوردرات وعايزين يعتمدوها لله وشغل العرايس. معانا الشكلمه، بس شكلمه مقادير تحفه. النهارده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا. انا معايا 12 بيضه، حطيتهم وحطيت عليهم معلقه كبيره مليانه فانيليا، وبعد كده نزلت عليهم ب 700 جرام سكر ناعم منخول، ونزلت عليهم ب 200 جرام زبده في درجه حراره المطبخ. تمام، يعني مش لا سايحه ولا هي مجمده في التلاجة. وبالويسك العادي خالص. طيب انت لو هتقولي لي لو عندي مضرب اشتغل بيه، مش هتفرق في الشكلمه، النتيجه واحده، مش هتفرق خالص. ضربتهم كويس قوي، وبعد كده نزلت عليهم بكيلو جوز هند يكون ناعم، مش الناعم البودر قوي، بس عارفه الوسط، مش الخشن ولا هو الناعم الميه يعني. وحطيت جوز الهند، بس ما تكبيش مره واحده، انا عارفه مقداري واثقه فيه، بس انت بقى ما تكبيش جوز الهند مره واحده، لان مش كل جوز الهند مختلفه عن التانية. في جوز هند بتقبل سوائل ياما وفي لا، فانت حطي جوز الهند الا مثلا كبشتين كده، وضيفي بقى واحده واحده عشان نتاكد ان هي هتنزل معايا من ايه، من كيس الحلواني. خلاص. وكيس الحلواني التاب اللي انا بشتغل بيه مقاس 10 عشان تنزل معاكي بسهوله والشكل يبقى مظبوط. معايا الصاج بتاعي بقطعه زبده صغيره خالص في درجه حراره المطبخ، بدات ان انا ادهنه بيه زي ما احنا شايفين، طبقه بسيطه خالص، ما يعني ما تكتريش يعني. وببدأ بقى ان انا اقسط الايه الشكلمه في السجون بكل سهوله زي ما احنا شايفين اهي. طيب انا حابه اعمله بايدي، يبقى اضيفي جوز الهند بحاله، الكيلو بحاله، وقسطي بايدك بقى، مكوري. بس الشكل مش هيطلع زي بتاع المحلات، يعني الشكل بيبقى كور كده انتظاميه، غير بقى ايه الشكل اللي هو بتاع الكيس الحلواني ده، والتاب بيعمل نفس شكل ايه، شكلمه الحلواني يعني. طبعا احنا معانا بقى اختيارات كتير، حابه ان انت تحطي كرز على الوش، بتقطعي كده انصاص وتحطيه على الوش. حابه ان انت تحطي مكسرات لو مطلوب منك، حابه ان انت تحطي كريسبي زي ما انا حاطه النهارده. واخده بالك، ده اوبشن براحتك خالص، وعلى حسب طبعا كل حاجه لها سعر للعميل. الشكلمه بتاعتي انا بطلع الكيلو معايا ب180 جنيه. كيلو الشكلمه دي المقدار ده بيطلع معايا ب180 جنيه. زي ما احنا شايفين، يعني الموضوع سهل خالص وبسيط، وانتي واقفة في المطبخ ساعة زمن هتعملي الاوردر بتاعك. والشكلمة محبوبة الجماهير بقى، مفيش اتنين بيختلفوا عليه. السوا بتاعها مهم، ضروري. او بعد ما تقسطيها يكون الفرن شغال بقاله 10 دقايق، ابدأ ان انا ادخل الشكلمة بتاعتي في الرف اللي في النص على درجة حرارة 170. هتقعد بقى في الفرن حوالي تلت ساعة لحد ما تاخد لون، بس تابعيها، لان جوز الهند ما متخلط مع سكر بيبقى سهل جدا قوي ان هو يتحرق في الفرن. فانت اهم حاجة تابعيها عشان تاخد اللون الجميل اللي احنا بنحبه قوي في جوز الهند وايه والشكلمة. زي ما احنا شايفين الكريسبي بتاعك انت بتحطيه، وزي ما قلت لك دي بقى على حسب اختيارك واللي انت حباه، يعني ما فيهوش صح وغلط. حابه تسيبيها ساده خالص على فكره سيبيها، والكريس طبعا بيديها شكل حلو قوي، بس هو كان طلب العميله عايزه كريسبي، فانا عملت لها كريسبي معاه. ده كان اوردر عروسه، انا مجهزه للعروسه، طالبه كحك وبسكوت وبوتيفور وحاجات من دي، وطالبه الشكلمه. طب نقول المقادير تاني مع بعض. معايا كيلو جوز هند، طبعا انت لو عايزه تعملي ربع كيلو جربيه، اقسمي بقى المقدار على 4 وجربيه. معايا 700 جرام سكر ناعم منخول، معايا 200 جرام زبده في درجه حراره المطبخ، معايا 12 بيضه، ومعلقه كبيره فانيليا. خلاص، السيجاره هي قسطت معايا صاجين 40 في 60 بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلنا التاب بتاعنا مقاس 10. اظن كده مفيش اي مشكله. طب انا محضره عسل بقى عشان يا دوبك ادي لمعه للشكلمه من فوق كده، انا مش بسقيها خالص. بعد ما بتبرد خالص في السيجان خالص، ببدا بقى احط كوبايه سكر، كوبايتين ميه، نص معلقه فانيليا صغيره، ونص ليمونه على النار. 5 6 دقايق اطفي النار وخلاص على كده وشكرا. يا دوبك بقى الشكلمه بتطلع من الفرن بعد العسل ده ما يبقى دافي، انا عايزه عسل دافي والشكلمه دي بارده خالص، ولا عسل بارد برضو، بس انت عارفه يعني سن الدفايات. يا دوبك بدي لمعه من فوق، بس اهم حاجه الشكلمه تكون بردت خالص، ما تعملهاش كده وهي سخنه.
وببدأ بقى ان انا المع الشكلمة من فوق كده، بتديني لون حلو كده على الشكلمة. لو حابة ما تعمليش خلاص مفيش مشكلة، اللي خطوة العسل دي مش اختياري، مش اجبارية يعني، دي اختياري ان انت تعمليه. شايفين بقى اللون الجميل بتاع الشكلمة؟ شايفين القمر؟ مفيش لونين مش شبه بعض، والقعر بتاعها تحفة وطرية جدا. شوف السيجان بعد ما بردت، بصي يعني هي بتدوب لوحدها كده. وصفة يا جماعة ناجحة 100%، بعد وصفات كتير انا جربتها الوصفة دي خلاص اعتمدتها معايا. وطعم بقى مش عايزة اقولك بيدوب دوبان في البق. عشاق جوز الهند بقى، اللي بيحبوا جوز الهند وبيحبوا الشكلمة زيي، اتوكلوا على الله واعملوا الوصفة بتاعت النهاردة وطلعوا بيها اوردرات وانتم مطمنين. انتوا عارفين انا مش بطلع لكم وصفة هنا غير وانا شغالة بيها بقالي فترة في المطبخ بتاعي. انا جروب بتاعي جروب لمة عيلة. انا زي ما احنا شايفين انا حاطه اللوجو على العلب اهو. انا عامله لها 2 كيلو خلاص، وزاد معايا يعني، زاد معايا لسه للبيت يعني. او شوف العلبه انا برصها بنفس الطريقه. حابه بقى تجيبي لها الكاب بتاع الشكلمه الصغير، الورق الصغير هاتيه. حابه تحطيه كده براحتك خالص. ودي الغريبه، شفت انا مشكلاها جميله ازاي، وده كحك بالسمنه البلدي والمكسرات. زي ما احنا شايفين، انت بقى كل واحده بتبقى عارفه هتودي لحماتها ايه وهي هتاخد ايه، تقولك حطي انصص كيلوات على حسب العامل بتاعك. ده البيتي فور. وطبعا عشان الحلقه دي انا كنت مسجلاها في الحر جامد، فما عملتش البيتي فور بشوكولاته من بره. وده برضو كان طلبها، قالت لي عشان ما يبهدلش الدنيا في الشقه واطفال ياكلوا منه والشوكولاته تسيح وتبهدل الدنيا. وده البسكوت، فانا بميل للعرايس في الصيف مش بعمل لهم شوكولاته من بره. ايه رايكم بقى في الاوردر بتاع النهارده؟ وايه رايكم في وصفه الشكلمه التحفه؟ لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي وكل جديد في شيف السعاده على اليوتيوب. وحشتوني كتير قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.